إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. قرآن فرمان الرد من أجل البصر يقال إجن أرقمنا في محرمات الرد ومن رجل الرد صحيح مدين فينطبق عليه. وفي الباب عن أبي هريرة يا ليلى مدرانا موعود مخي حق بالراس مطالا وقتني وسوى به الشعر بكاسور كيف موت مدرانا. قال أبوي وفي الباب عن أبي هريرة وأبي هريرة لا ترى شهيد صحيح متفق عليه. هذا حديث حسن صحيح متفق عليه لكن لفظي مدرا يجوتي مخيين كيف ترى تأتي مدرا يجوتي ميتي وبيده مدرا يحق بها لفظي يجوتي. في الأمخاتي. باب ما جاء بالتسليم قبل الاستئذان. باب ما جاء وانت بجبته بالتسليم سلامة بربادا قبل الاستئذان ودون إذن بربان جبت السلام عليكم جاني تكبودان سينوجان. وفي كلامنا سفيان وكيل حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن خلدة بن عنبر أخبره أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولباء بعثه يكتب المولد صفوان بن أمية بعثه بلبن ولباء بعثه خلقا من يرجع قلدة من عنبر كان بلبن ولباء يكتب من بعض سيرة القوم يرجع وتغابيس النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالوادي على مكة قال فضغطت عليه ولم أسلم ولم أستأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم وذلك بعدما أسلم صفوان. ولكن سينا أنا نقدر قال عمرو وأخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان ولم يكن سمعته منك. قال عمرو بن أبي سفيان وأخبرني نافذ بهذا حديث وانا فوديس أمية بن صفوان أمية نموذجنا فوديس ولم يكن سمعته من كلدة ولم يكن ليت أمية سنين سمعته من كلدة جنيدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. ورواه أبو عاصم أيضا عن ابن جريج مثل هذا. وفي قال حدثنا سعيد بن مسلم أخبرنا ابن المبارك أنبأنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليل كان على أبي. ودوانيس وحشيش يجد نبات وكل نبدا وقيل سبار كالساء يجن جميل للساء يجن إسلامه. وفي قال حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا شعبة محمد بن المنكدر عن جابر قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليل كان على أبي. فقال من هذا؟ فقلت أنا. فقال أنا مبهم كأنه كره ذلك. قولي هي أنا كواجب بيتي أنا يجوفنا صحيح متفق عليه. مقام ينسب بركاتنا أين وتقول أنا بل يجوف بركاتنا. أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح متفق عليه. باب ما جاء في كراهية تروك الرجل أهله ليلا. باب ما جاء في كراهية تروك الرجل لجدتك سيرغم بركم علي ساتر فولي لنا كم سفر أغرم بركم. وفي قال أخبرنا أحمد بن مني حدثنا سفيان
بلا سببات بلا باكن أركن نيجا صحيح متفق عليه. وفي الباب عن أنس لا تعالى صحيح متفق عليه. وابن عمر عبد الله بن عمر الرئيس أخرجه ابن خزيمة في صحيح. وابن عباس الرئيس أخرجه ابن خزيمة أيضا. على أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومن غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ومن يترك النساء ليلا قال فترك رجلان بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم وإذ كل واحد منهما مع امرأته رجلا بذات أركاني دون سبب سني فاعل أركان يجوا كثير كان لين دور كولا بيجرا نكر جمع جاب كل الذي ناين كنا كامي ناين كنا تاري مموتن من أي كراهات مصالح في الرادو في مصالح في سودا أو ما جاء في ناين يكون صالح أفتات عن رب جميع باب ما جاء في ترتيب الكتاب باب ما جاء في ترتيب الكتاب في ترتيب الكتاب باب ما جاء في ترتيب الكتاب كتاب المغل تنهيتين بيتقلوا ويسوان دفع بي هذا ترتيب المغل تنهيتين مقدة المغل ورطلين اتبرم وفي قال ربنا محمد بن غيلان حدثنا شبابة عن حمزة عن الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كتب أحدكم كتابا كتابة كفتبه فليتربه يجول المغل تنهيس ترتيب تريوا قلوبه أنا كذبته فإنه أنجح للحاجة يسقطه على التراب بيدته اعتمادا على الحق أقرت تركته في إنسانه إلى القصد ودر عليه التراب فتبات نكرة من ربيها في السوء يجول ليجب كتبه الحروف أو ليخاطب الكاتب خطا تكا كاتبين كتبوا بأعلى جلبا آخرة مغرطنيتنا كتبوا التواضع تكا تلتوا ولا تواضع بلما أقوال هذه أقوال مختلف الأسرار تلتوا بيزل فإنه أنجه تلتوا خنات أقربية قضاء حاجات ضعيف حديث ضعيفتين عليه قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرفه عن ابن الزبير إلا متروك نذير متروك متهم بالوضي هذا حديث منكر لا نعرفه عن ابن الزبير إلا من هذا الوجه قال وحمزة وعندي ابن عمرو النسيبي وضعيف في الحديث وقال الغير لا يغفر جرم وغرتني في سناد جديد باب ماذا باب وفي قال حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن حارث عن بغداد محمد بن زازان عن ام سعد عن زيد بن ثابت قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يقريسان تكفوت لذات يالجل وسمعته يقول دع القلم على اذنك ورقي لما بيت غاية ورقيت غاية قلما فإنه أذكر للمؤمنين فإنه رجل خاية سنيت أذكر بهذا الجيس وللمؤمنين تجلى قرصنت بهذا الجيس على جان والمراد بالكاتب يعني لما ولدنيت نمو مجازا لما مع القلم على أن الأمر أسرع ويجب تذكرا فيما تريد وعن كاتب قرصنت بهذا الجيس على دوما ولدني كلمة خرج لغاية توزا موضوع نديم موضوع جاني قال أبو عيسى قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا بهذا الوجه وهو إسناد ضعيف وعنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زادان ضعفان في الحديث وداع جانين أنبسا وداع جيد ورمجياني أو ما جاء في تعليم السريانية ما جاء في تعليم السريانية لغة مغرطني سريانية برودت أمر بيتوان دون برتو بيزته لغة الإنجيل لغة الإنجيل
وفي قال حدثنا علي بن حجر حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابي ان خالد بن زيد بن ثابت قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلم له كلمات من كتاب يهود. قال اني والله ما امر يهود على كتابي. كتاب بيرت يقوم بريساني فتبي يقوم سين برا فينا فتبي أنا ما نوتي برا توجيه. قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمت. أنا تند بري جنام باتي دام كم فتي ساني بروتي تقطي يهودا. قال فلما تعلمت كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليه. يكون به يهودا ورقاب كتبوا فلنين كتبوا به. وإذا كتبوا إليه قرأت له. يقول سامي برنا به كتبني قرأ ورقاب كتبا لساني بري سامي سنجا حسن صحيح. سوريانية جيت قبل ترجمة فاعل مكتوب فيهودا دبت سوريانية دبني. وروي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت. حسن لذاته فكرمان لبزنا بكرامه أدين ساسن إلى قدر قوتهم. وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت. وقد روي قال أبو إسحاق هذه سنة صحيح أخرجه البخاري ومرك البخاري تعريف وليوديس. عمراني في سورياني نيس يهود مرة بوي. عمراني يا في سورياني نيس يورم خيمة يهوداتي. أين؟ لغان عمراني في سورياني. طبعا سوريانية لغين جيبي. يهودان قابضي سوريانا سوتي. يهودان سوريانية لغين سيدا. إيسان يهودك إرقامي. بني إسرائيل جيرسنا إلى بني إسرائيل. اللغة ثانية في نتنا إرقامنا كا جنبونا كا. سوريانية داني متى. زيد بن ثابت قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم السوريانية. وقد روي من غير هذا الوجه من زيد بن ثابت رواه العامل عن ثابت. عن ثابت بن عبيد الأنصاري عن زيد بن ثابت قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم السوريانية. سوريانية يقول لطيفا كما سوريانية فرجلا أمره أخرجه أحمد وإسحاق. لكن المعروف إن كما أن لسانهم لسان يهود على عبرانية وسوريانية مكي. ويحتمل على أن زيدا تعلم اللسانين لغة خبرة تقول لماذا أفعل لك خزاني دي شوف ديما. أدى حسان إبرانية لغة لسان خبرة تقول لماذا يجوز زيدي. باب في مقاتلة المشركين. باب ما جاء وأن في مقاتلة المشركين ذلك وقات المشركون ورقابة المقيت وأن وفي قال ابن يوسف بن حماد البصري وحدثنا عبد الأعلى سعيد قال سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته إلى كسرى وإلى قيصر. إسلام الأيام مدة وابن قتل قرم وورتنيت الملك فشرات قرم ملك فشرات قتل وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعو إلى الله. ملك روميت زني قتل وإلى النجاشي قرم ملك بشرات زني قتل وإلى كل جبار يدعو إلى الله. ورقان قتل يدعو ما ليس أيام إلى الله ولتوحيد ربيتي. وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نجاشي نبي اتخذ بيسوني خنام اتخذ نبي للصلاة خنامتي تخفن دواتي صحيح مدين صحيح مسلم. Andiamo che ora diretto. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وما جاء كيف يؤتوا إلى أهل الشرك. وفي قال حدثنا زهير بن عفان عبد الله أنبانا يونس عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش. أرسل
إليه في نفر من قريش أرسل إليه برزات المنير من قريش والجن والتعنين وكانوا تجارا بالشام وكانوا أبا سفيان بقريش نبادية عن شام تيقوزني فأتوا فذكر الحديث فأتوا تلفني يدوبا فذكر الحديث تمام حديث عن دبته سابدتي سويتي دبته قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم بالروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد كان كتب الجد صحيح متفق عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب الأمسى صخر بن حرب وهو ما جاء في ختم الكتاب باب ما جاء في ختم الكتاب شرحت بلوغ سوان فيه وبه قال حدثنا شهاب بن منصور أخبرنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قرادة عن أنس بن مالك قال لما أراد نبي الله صلى الله عليه وسلم يكتب إلى العجمين جمعت الملوك وجمعت وكارته ومبددا قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم كتاب سرت نفسي خاتما جبتم عليه كيلتم جميل صنع خاتما قال فكأني أنظر خاتمة طولتني أمرتوها قال فكأني أنظر إلى بياضه في كفه أقام خاتمة لما لا رجل ساق في نبي بيت صحيح يعني قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح متفق عليه باب كيف السلام باب كيف آداب السلام كيفية آداب السلام تعالى وينسوه وفي قال حدثنا سهيل بن أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا سهيل بن المغيرة حدثنا سابق البناني حدثنا ابن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود قال أقبلت أنا وصاحبان لي نافر في نسج لمن تقول بكله ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد فنبرا ديما بكله في جتنا سجل ديرات جعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا لسان نعرض أنفسنا ربوتين في دولة سين أصحاب نبينا فليس أحد يقبلنا تقولنا ما خلق يقبلون تاني أبوس وجدير مجنين فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بنا فأتى بنا نبي بيت منسان ويس أبي ذاتي وإذا ثلاثة عمود يوصن من نبي سديت بنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعترفوا هذا اللبن بيننا أنا كان علم ذاتي جدوك إن قوتا لا فكنا نعترفه فيشرب كل إنسان نصيبه فيشرب كل إنسان نصيبه نمو نصيب ثاني ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه نصيب ثاني إلى قلك ويأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ويسلم تسليما سلامتان سلامتي لا يوجد النائم ويسمع اليقظان ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشربه ثم يأتي المسجد من صاب يسامه بيت صلاة ندفه فصلى فيصلي صلاة ثم يأتي شرابه شراب سواه الفيسين في ندفه ندفه فيشربه ندفه صحيح الدين صحيح هذا أبو عيسى هذا حديث مسلم صحيح صحيح مسلم النبي ليلى عبد الرحمن ومحمد خميني النبي ليلى عبد الرحمن ومحمد خاصي وديتمو ونمو أكبرنا النبي ليلى سكار علمي اسم هذا خميني تابع الكلامي هذا هو محمد يبرد خليفة محمد